إطلاق النار على الرئيس السابق ترامب. أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رأسه بمنطقة الأذن اليمنى بطلق ناري أثناء تجمع انتخابي في الهواء الطلق في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا أثناء إلقائه خطابا لمؤيديه. سمعت عدة طلقات نارية أثناء وبعد الإصابة. وظهر الرئيس في الفيلم الذي كان يصور أحداث الاجتماع وهو ينزل إلى الأرض بعد إصابته، ثم ساعده رجال الإسعاف والشرطة السرية المخصصة لحمايته للوصول إلى السيارة المدرعة، والدم يخرج من منطقة أذنه اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى التي وردت معلومات أولية منها أنه بصحة جيدة. صناديق الانتخابات هي الطريق الوحيد للفوز على الخصوم وليس تصفيتهم. آخر المعلومات عن محاولة الاغتيال هذه هي مقتل أحد الحضور، وكذلك مقتل منفذ عملية الاغتيال. بعد إطلاق النار، شوهد ترامب في مقطع فيديو وهو ينكمش بجسده إلى اليمين ويمسك بأذنه ويسقط على الأرض، ثم أحاطت به عناصر الخدمة السرية الذين هرعوا به إلى سيارته. ترامب غادر التجمع بواسطة جهاز الخدمة السرية بينما آثار الدم تظهر على وجهه، وتم نقله إلى منشأة طبية محلية حيث يتلقى الرعاية، فيما أبلغ متحدث باسمه أن الرئيس السابق سيكون بخير. بينما كان عناصر سريون يقومون بإخراج ترامب على عجل من على المسرح، وقف الرئيس السابق وضرب بقبضته في الهواء لعدة ثوان. تقارير أمريكية ذكرت أن أحد المشاركين قتل وآخر في حالة حرجة. المدعي العام المحلي ذكر لشبكة NBS نيوز أن مطلق النار المزعوم قد توفي. تم البدء في تحقيق النشط من قبل الخدمة السرية، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها. التحقيق يجرى في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب على أنها محاولة اغتيال للرئيس السابق بحسب مراسل لوكالة Associated Press على منصة إكس. البيت الأبيض أفاد بأن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه على الحادث.